أهلا بيكم ذوات الأرواح النورانية. لو حاسة إن توأم شعلتك بعد أو بقى متلخبط ومش فاهم نفسه، طاقتك انتي كمان تقيلة ومتوترة، أحب أقولك ده مش بس لأنكم بتمروا بمرحلة حب، اللي بيحصل أعمق من كده بكتير. ده صراع كوني بين النور والظلام، وكل روح نورانية بتمر دلوقتي باختبار تقيل. لو قلبك حاسس بالحقيقة، خليكي معايا في الفيديو ده علشان نكشف اللي بيحصل ونعرف ازاي نحمي نفسنا ونوصل للاتحاد الحقيقي. بس أتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير، واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله. نصلي على النبي في التعليقات ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الحكاية. وحكاية توأم الشعلة ملهاش نهاية. في توائم شعلة كتير اليومين دول حاسين بتقلبات قوية جدا، في ارتباك، في بعد، في طاقة تقيلة مش مفهومة. والموضوع ما بقاش بس عن الحب، ده بقى معركة بين النور والظلام. توأم شعلتك ممكن يكون حاسس بتوتر أو بيبعد فجأة أو حتى ساكت ومش قادر يوضح، بس الحقيقة في تأثيرات طاقية بتضغط عليه. ناس كرمية، علاقات مزيفة، أطراف تالتة بيتم استخدامهم كأدوات للطاقة السلبية علشان تمنع الاتحاد بينكم. المشكلة إن الشخص ده مش دايما واعي إنه تحت التأثير ده. هو ممكن يكون حاسس بالذنب أو الخوف أو حتى مرتاح في وضع مزيف، بس مش ده الحب الحقيقي. الروابط دي جاية من عقود قديمة، من حيوات سابقة، وبتشتغل على تعطيل رسالتكم. وعشان كده حتى لو عملت كل حاجة صح، بتحس إنك متعطل أو مربوط. بس الحقيقة إنك مش غلطان، إنت بتتعرض لهجوم طاقي، ودلوقتي هو الوقت اللي تحمي فيه طاقتك واتصالك. اعمل تطهير، افصل الروابط الكرمية، احمي نفسك من أي تأثير طاقي أو سحر أو هجوم نفسي. لو حسيت إن الرسالة دي ليك، ما تترددش، افتح الطريق للاتحاد الحقيقي. الرحلة مش سهلة، بس الحقيقة دايما بتكشف نفسها للي جاهز يسمعها. لو حسيت إن الكلام ده لمس قلبك، اعمل لايك واشترك في القناة، وشارك الفيديو مع حد ممكن يكون محتاج يسمعه أو يكون بيمر بنفس هذه الرحلة. سيبلي في الكومنتات بتحس بإيه في الطاقة اليومين دول، وخد بالك الحماية مش رفاهية، دي ضرورة روحية. دمتم بمحبة وسلام وخير.